طحتونا اقسم بالله. الاهلي بيخسر من الترجي رايح جاي. الترجي بالاداء اللي زي الزفت ده اللي احنا شايفينه يدوس على الاهلي رايح جاي. ده ايه القرف اللي احنا بنشوفه ده؟ مستنيين ايه تاني؟ هو احنا كل ماتش نطلع نقول مستنيين ايه تاني؟ مستنيين امتى هتمشوا المدرب؟ شرط جزائي. شرط جزائي؟ ما انت هتمشيه هتمشيه وهتدفع له كده كده الشرط الجزائي. من امتى الاهلي عمال يجيب مدربين كل شويه؟ احنا ايه ده؟ الدنيا تدهورت بينا. بنجيبوا كل مدرب ويمشي، كل مدرب يجي يمسك الاهلي شهرين ثلاثه ويمشي. الماتش ده شفنا الشوط الاول، اول 9 دقايق تريزيجيه بيجيب جون، ضيعنا فرص ياما. هو احنا نفضل نضيع؟ ده الترجي بالاداء ده جا فيك 3 اجوان الشوط الثاني بالاداء ده. 3 اجوان اتحطوا فيك الشوط الثاني. وانت كل الفرص دي بتاعت الشوط الاول ماسكه غسيل ومكوى وما عرفتش تجيب غير جون واحد. جون واحد اللي احنا جبناه بس، وشكرا على كده. ما عرفناش نجيب جوان تاني. شوط اول يلعب ماشي، ماسكين كوره بنضيع. يعني ايه بنضيع ياما؟ يعني ايه ماسكين كوره؟ الكوره جوان. يعني ايه بنضيع ياما؟ نفسي افهمها احنا دي. يعني ايه بنوصل بس بنضيع؟ يعني ايه بنضيع؟ وما هنجيب جوان امتى؟ هنجيب جوان امتى؟ جبنا جون وشكرا على كده، عاملين بقى نضيع. شوط كتير مفيش حظ، ماسكين كوره مش عارف، بيلعبوا حلو. وبعدين شوط واحد، الشوط التاني الترجي تعمل عليك ماتش ريمونتادا ويحط فيك التاني والتالت. ده ايه ده؟ ولا حد كان في حالته، ولا ده حتى شوبير مش في حالته. ايه ده؟ ولا وابتديها بن شرقي. يعني الجون الاول بن شرقي اللي يبتديها. الكرة معاه يا عم، ما انت مزنوق من اي حاجه، طلعها بره يا عم، زفتها بره. بترجعها مرتده عشان يبقى 3-3. وبرضه هيظل الحكام. بس مش هنعلق الشماعه بتاعتنا على الحكام. ماشي، كرة ياسر ابراهيم اللي اتحسبت فاول عليه دي المفروض ضربه جزاء للاهلي. في كرة تانية اتحسبت اوفسايد على تريزيجيه، مش اوفسايد معاك فيها. بس مش هنعلق الشماعه على الحكام برضه تاني. الكرة في الملعب، ما تلعب وتكسب. ما تلعب وتكسب. احنا خدنا فعلا النحس من الزمالك. انا كده اقتنعت ان النحس اللي احنا خدناه الصفقات الكيديه. ايوه هتقول لي انت بتطبل، انت عشان خسرته، انت عشان طلعت من البطوله. طلعنا من ايه؟ ده احنا طلعنا من كاس مصر وطلعنا من افريقيا وهنطلع من الدوري وطلعنا من هدومنا يا عم. يا عم طلعنا من هدومنا يا عم. الاهلي قبل ما يلعب الدوري بالصفقات دي قلنا ايه ده؟ الاهلي التاريخي ده. ايه الصفقات دي؟ بيدعم صفقات هوا. ليه ما شفناش ما شفناش مهاجم سوبر؟ مشيت وسام ابو علي، ما جبتش واحد ربعه. الدفاع شوربه. هادي رياض مين انت جايبينه ده؟ ايه الغشوميه وضربه الجزاء اللي حسبها علينا دي؟ مين هادي رياض ده؟ ده تعبان يا قلبي. مشيت محمد، بتمشي نجوم، بتمشي اللي جاب لنا بطولات. محمد عبد المنعم، وسام ابو علي، علي معلول اللي انت مش عارف، قلت ده عجز مين؟ انت مش عارف تجيب له اهو. مشيت صفقات نجوم اللي جابت لك القرن واللي جابت لك البطولات، ومش عارف اصلا تجيب حد. جايب كلها صفقات كيديه. زيزو عمل ايه؟ عمل ايه؟ زيزو نجم في الزمالك ليه؟ عشان هو اللي في الزمالك كله بيلعب له. لكن انت زيزو بيعمل ايه هنا في الاهلي؟ ولا حاجه. امام عاشور مستواه بيتراجع. مستواه بيتراجع. بن شرقي ده عبد الحليم حافظ عندنا، ولا بيعمل اي حاجه. في غلطات شغال عليها. ده حتى لما بيبقى في ضربه جزاء ممكن تتحسب له ما بيقعش، ما بيعرفش يمثل عشان يرجعوا للفار ولا يحصل له اي حاجه. حرقه دم بنشوفها، قرف بنشوفه. لا حرام يعني. احنا اللي بيتحرق دمنا. انا بحس ان اللعيبه بتروح بيضحكوا بقى وخلاص. كده كده قابضين بقى ياخدوه بقى ايه، يا حتى لو اتجازوا عادي ولا يهمهم اي حاجه. لكن احنا كجمهور الاهلي، ما احنا بنحب الفريق. ما احنا مشكلتنا ان دمنا بيتحرق عشان ده النادي بتاعك اللي بتشجعه، نادينا. لكن لما يحصل فيه المهزله ده والاداره واقفه بتتفرج، كابتن سيد عبد الحفيظ اللي راجع وقلنا بس هيعدل الميله، ولا اي حاجه بتحصل. ولا اي حاجه بتحصل. ما حد يطلع يفهمنا. هيطلع بيان الاهلي هيعاقب اللعيبه. هو ايه اللي احنا فالحين فيه ده؟ هو كل ماتش هيخلص الاهلي هيعاقب اللعيبه؟ الاهلي هيعمل مش عارف ايه، الاهلي هيسوي. احنا عايزين نتيجه، عايزين قرار. مجلس الاداره لو هو مش قادر يتحل، لو هو مش قادر يعدل الاهلي يمشي.
لكن اللي احنا بنشوفه ده هنفضل مستحملين لحد امتى؟ لحد امتى؟ احنا عايزين صفقات رجاله، عايزين لعيبه رجاله، لعيبه على قد المسؤوليه، يبقى عندها حميه، عندها دم. الجرينتا بتاعتها فين؟ مفيش. احنا بلح، والله بلح، بيرموا الفوطه بدري بدري. فين ده؟